انت لسه بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تدردش بس، يبقى فايتك كتير. النهارده هوريك اللي ما كنتش تعرفه عن جيميناي. هنستخدم ميزة جيميناي كانفاس. الميزة اللي خلت جيميناي مش مجرد شات، ده بقى مساعدك الشخصي اللي بيبرمج لك، بيخطط لك لمحتواك، والأهم من ده كله، تخيل تبعت له لينك محاضرة طويلة من يوتيوب وفي ثواني يلخصها ويعمل لك اختبار وكمان يعمل لك سلايدز جاهزة. أنا جربت كل ده وهوريك إزاي تطلع منه نتائج بروفيشنال بجد، حتى لو ما عندكش اي خبره في كل الكلام اللي انا قلته ده. ركز معايا جدا في الفيديو ده، ولو لسه ما اشتركتش فانت بتضيع على نفسك شروحات ومعلومات كتير عن الذكاء الاصطناعي هتفيدك. بنشرها هنا اول باول. يلا بينا نبدا الشرح. اول حاجه نقدر نعملها بجيميناي، ومن الحاجات المفيده جدا ومهمه طبعا، الكودينج، او ان احنا نقدر نعمل اي حاجه برمجه. بس يعني علشان نكون واضحين، حاجات بسيطه لو انت ما عندكش خبره في البرمجه. يعني مثلا تقدر تعمل لعبة بسيطة، تعمل أداة، تعمل لاندنج بيج، تعمل حاجات بسيطة كده لو انت ما عندكش أي خبرة في البرمجة. انما لو انت طبعا عندك خبره في البرمجه، هتعرف تستخدم او تقسم البروجكت وتعرف. يعني جيميناي هيساعدك في اجزاء معينه، انما هو هيعمل لك حاجه كامله من الصفر لحد ما تكون بروجكت كبير وحاجه شغاله. لا، الموضوع طبعا صعب وفيه تفاصيل كتير، ولو انت مش مبرمج او ما عندكش خبره في البرمجه فصعب تعمل الموضوع ده. طيب احنا هنا هنعمل حاجه بسيطه مع بعض. احنا هنروح لجيميناي وهنفتح شات وهنقول له عايزين هنا، خلي بالك، مش هقول له عايز لعبه، هقول له عايز برومبت مثلا عمل لعبه. نقول له مثلا هنا لعبة التعبان اللي كلنا عارفينها دي، حاجة بسيطة باستخدام ال AI. هو هنا هيبدأ يديني برومت عشان نقدر نستخدمه. هنشوف البرومت مع بعض وبعد كده أقول لكم إحنا ممكن نعمل بيه إيه. أول حاجة بيقول لك في برومت بلغة بايثون، بس ده هيكون موضوع مختلف شوية. او يعني لا، خلينا نعمله بحاجه تاني. هو برضو مديلك الخيار التاني ده اللي هو جافا سكريبت. جافا سكريبت مش بايثون، وده اللي هو احنا محتاجينه حاليا علشان نقدر نشغلها على البراوزر بشكل بسيط يعني. وهو برضو ادالك برومت بسيط جدا. هناخد البرومت ده كوبي وهنروح نفتح شات تاني الجيميناي، وهنحط البرومت اللي أخدناه. طبعا أنت هتحط التفاصيل اللي أنت عايز تحطها براحتك، عايز تعدل مفيش مشكلة. وهنختار كانفاس هنا، دي مهمة جدا، هي دي أهم حاجة احنا نعملها. ونختار المود اللي احنا عايزينه، ثينكينج أو البرو، وحتى الفاست شغال مفيش مشكلة. هيبدأ كده يكتب لي الكود بتاع اللعبة اللي احنا عايزينها. سريع جدا، مش هتاخد دقيقتين وهتكون جاهزة معانا. فهنشوف النتيجة اللي هتطلع لنا مع بعض. كده هو بدأ يطلع لنا شكل اللعبة وبدأ يشتغل اللعبة زي ما انتوا شايفين كده، تتحرك اهو، تقدر تشتغل، وفي فوق نتيجة، وفي هاي سكور، وفي كل حاجة. وانت تقدر تاخد الكود ده وتشغله. هنا كمان بيقول لك لما بتخبط في حاجة بيقول لك إن هي انتهت اللعبة، وبيقول لك السكور بتاعك. الموضوع ما خدش 5 دقايق، عرفت تعمل لعبة بسيطة. طيب احنا مش بس أكيد هنستفيد منه في حاجة زي الألعاب، احنا نستفيد منه في حاجات تاني. بس طيب خلينا نعمل حاجة بسيطة. احنا ممكن برضو هنا نقول له غير لنا شكل التعبان، عايزين نعمل تعديل في الحاجة اللي هو عملها ده، هل ينفع؟ طبعا أكيد ينفع. احنا هنا قلت له مثلا غير شكل التعبان، هيبدأ برضو يعدل على الكود وهننتظر. مفيش دقيقة برضو، مش أكتر من كده، هتلاقيه غير شكل التعبان زي ما انتوا شايفين هنا. وهنا بيقول لك أنا غيرت مثلا إيه في بالظبط في التعبان. هو بيقول لك إن أنا أضفت له عينين صغيرتين، مش عارف ألوان وانسيابية والخلفية، عمل ايه بعض التعديلات كده. الموضوع كله بياخد دقيقة ودقيقتين بالكتير، فدي ميزة بصراحة جميلة جدا نقدر نستخدمها. طيب ده موضوع الكودينج. هل احنا هنستخدمه في حاجات زي الألعاب دي بس؟ لا طبعا، هنستفيد منه في حاجات كتير. زي مثلا لو احنا بنعمل إعلانات ومحتاجين لاندنج بيج، محتاجين نعمل تول بسيطة تساعدنا في شغلنا. يعني هيساعدك بحاجات كتير جدا جدا. وادي كمان التعديل، اللعبة بعد ما اتعدلت زي ما انتم شايفين شغالة وكل حاجة ماشية تمام. طيب وانت هنا عندك اهو الكود، وعندك بريفيو ان انت تقدر تشوف اللعبة او تشوف الكود. وهنا عندك ان انت تقدر تعمل شير او تنسخ الكود علشان تحطه عندك مثلا على اي محرر اكواد وتقدر تعدل عليه، او لو عايز تعمل فيه اي حاجة، عايز تحفظه عندك، كل ده متاح، او عايز تشغله طبعا من عندك. هنرجع تاني لجيميناي. في الشات اللي احنا اخدنا منه برومبت بتاع اللعبة، هناخد منه برومبت لحاجة تاني. طيب البرومبت ده هيكون برومبت لايه؟ ده برومبت لعمل كالندر كونتنت، او خطة محتوى نقدر نستخدمها في المجال بتاعنا، سواء احنا عندنا براند محتاجين ليه خطة محتوى، او احنا كونتنت كريتور اصلا. فكل ده نقدر نستخدم جيميناي ان هو يساعدنا فيه، ويدينا افكار ويدينا جدول ويطلع لنا جدول جاهز. طيب
هو الأفضل أن هنا هنروح لجيميناي وهنقول له أريد برومت احترافي لعمل خطة محتوى لمدة أسبوع مثلا، وهقول له المجال بتاعي، هقول له مثلا لصانع محتوى تقني. لازم تديله تفصيل عشان يدي لك برومت مظبوط. هيبدأ بقى يطلع لنا البرومت، ناخد البرومت ده، في حاجات هو هنا طالب منك إن أنت تعدلها. هو زي مثلا هنا بيقول لك ده البرومت اللي انت هتديه لجيميناي في الشات التاني في كانفاس. هو الافضل اصلا لو انت هتعمل اي حاجه، سواء كنت كالندر او هتعمل تول او لعبه او اي حاجه، لازم تعمل كل حاجه في شات مختلف. يعني كل حاجه في شات، ده افضل بالنسبه لي، ان بحس الاي اي ساعات بيدخل الحاجات في بعض. فالافضل تعمل زي ما بقول لك، تخلي كل حاجه في شات لوحدها. بس انا هنا عشان بشرح لكم حاجات بسيطه وبشكل سريع، فكله في شات واحد. هنا مثلا بيقول لك إيه المعلومات الأساسية والمطلوب في الجدول. طبعا أنت لازم تقرأ كل ده كويس وتعرف إيه المناسب معاك وإيه اللي مش مناسب، وتبدأ تغير. والحاجات اللي هو قايل لك عليها، زي مثلا في حاجات هو مديلك أمثلة، لازم أنت تكتبها مظبوط وتظبط كل الحاجات دي. وبعد ما تكتب كل البرومت كامل ومظبوط، هتاخد البرومت ده وتروح زي ما قلنا على الشات التاني في جيميناي، بس اللي هو كانفاس. وهنا برضو بيدي لك مثال على شكل الجدول اللي هيطلعه لك جيميناي. او هو انا كاتب لك برومت اساس ان هو اي اداه اي اي تطلع لك الجدول ده، مش جيميناي. فاحنا هناخد ده كوبي، وهنرجع تاني على جيميناي كانفاس، وهنحط له البرومت ده، وهنبدا نغير الحاجات اللي احنا خاصه بينا. زي هنا مثلا هو بيقول لك التخصص، حاطط لك اكتر من حاجه. فانا هغير كل الحاجات دي للحاجات اللي انا عايزها، هحط التخصص بتاعي، واحط الجمهور المستهدف، واحط الهدف من الخطه دي، واحط كل الحاجات زي ما قلنا اللي انا محتاجها تطلع في الجدول ده. واكيد طبعا بعد ما تطلع برضو هنشوف لو حاجه عايزه تتعدل هنعدلها. بس انا بشرح لك الطريقه، وانت طبعا هتعمل الحاجه اللي انت عايزها وتطلعها مظبوطه ان شاء الله. كده هو بدأ يطلع لنا الجدول بشكل سريع، وعمل الجدول ما كملش دقيقة كان الجدول جاهز. ادالك الهاشتاج، وادالك الكول تو اكشن، وادالك الفكرة، وادالك الهوك، وادالك اليوم، وادالك الفاليو وكل حاجة. طيب وبعد ما يطلع لنا برضو الجدول ده، في حاجات انت تقدر تغيرها، زي الطول بتاع المحتوى، او ان انت تديله تعديلات معينة. وهنا برضو تقدر ان انت تعمل ويب بيج او انفوجرافيك او اختبار كويز، او حاجات كتير يعني تقدر تعملها من جيميناي كانفاس. فاحنا طبعا بعد ما اخدنا الجدول ده، انا هعمل حاجة تاني، هعمل له شير، وهعمل له اكسبورت تو دوكس، او اللي هو جوجل دوكيومنت. أول ما أضغط عليها هيوديني على جوجل دوكيومنتس، وهيعمل لي ملف بالجدول. كل ده من غير ما تعمل أي حاجة، طلع لك كل حاجة جاهزة، حتى الجدول، حتى الكلام المنسق، كل حاجة طالعة جاهزة. كل الكلام ده في دي حاجات كانت بتاخد وقت طويل جدا مننا، بقت بتحصل في أقل من دقيقة. احنا بس أنا هنظبط الاتجاه بتاع النص وهنخليه من اليمين، وكل حاجة زي ما احنا شايفين. طبعا أكيد في حاجات احنا ممكن نحتاج نعدلها بسيطة، أو نقول له عليها هو يعملها. وكمان حتى أنا بعد الجدول مديلك ملاحظات علشان تفهم انت هتعمل ايه بالظبط. فالنتيجة طبعا كويسة جدا جدا جدا، وهيوفر عليك وقت كبير. هنا هنعمل حاجة تاني، هنجيب مثلا أي لينك محاضرة لو احنا عايزين نذاكر حاجة، وهنبعت لينك من يوتيوب، وهنبعت اللينك ده لجيميناي، وهنقول له اشرح لي أهم النقاط في الفيديو ده. بس برضه لازم نكون مفعلين هنا الكانفاس، ونختار الموديل زي ما قلنا احنا عايزينه، الفاست أو الثينكينج أو البرو. طبعا أكيد الثينكينج أو البرو هيكون النتيجة بتاعتهم أفضل، بس المتاح عندك هيشتغل مفيش أي مشاكل. هيبدأ يشرح لي مثلا محاضرة لباسم مجدي على اليوتيوب، فأنا جبتها وحطيت هنا اللينك بتاعها، وبدأ يطلع لي أهم النقاط في المحاضرة دي، وبدأ يقسمهم، وبدأ كمان يشرحهم. طيب جميل. كمان هنعمل حاجة، دي كمان أهم حاجة بالنسبة لي، دي بتساعد عليك المذاكرة وبتساعدك كتير، إن أنت تعمل اختبار من المحاضرة دي. هنطلب منه يعمل لنا اختبار من المحاضرة دي، فهيبدأ يعمل لنا الاختبار. كده هو شغال بيعمل لنا الاختبار. الاختبار ده بيكون من 10 أسئلة، وكمان بعد ما تخلص بيدي لك النتيجة بتاعتك، وانت جاوبت كام سؤال صح وكام سؤال غلط. وبيدي لك لو انت عايز أسئلة تاني تبدأ تجاوب، وكمان بيدي لك الإجابة طبعا دي صح أو غلط، وتجاوب على السؤال وتدوس تكست. وبعد كده طبعا بيطلع لك الصح والغلط. هنفضل نجاوب على الأسئلة، وبعد ما نخلص كمان هيعرض عليك إن أنت تراجع الأسئلة دي، أو يعمل لك أسئلة تانية. فأنت تختار إن أنت مثلا تعمل أسئلة تانية، وعايز تراجع الغلطات اللي عندك،
ما فيش مشكلة. طبعا تقدر تعمل 10 أسئلة أو 20 سؤال أو 30 سؤال. الحاجات دي بتثبت المعلومات عندك وبتساعدك جدا في المذاكرة. دي بصراحة كانت بتساعدني جدا جدا في حاجات كتير، إن أنا باخد الحاجة وأبعتها عليه ويشرحها لي ويعمل لي اختبار ويصحح لي ويساعدني. فالموضوع ده برضو لازم نستفيد منه كويس جدا. طيب هنا كمان في حاجة تاني برضو ممكن نشرحها على نفس الحاجة عشان الفيديو ما يطولش. فبدل ما اروح اجيب حاجة تاني، لا نشرح على حاجة على نفس الحاجة دي اللي هي المحاضرة دي. هنقول له اعمل لي برزنتيشن للمحاضرة دي او اشرح المحاضرة دي في سلايدز. هو كده او كده هيفهمك طبعا. فيبدأ يعمل لك سلايدز للمحاضرة دي بشكل جميل جدا. النتيجة هتعجبه. هو كده بدأ يعمل المحاضرة في سلايدز او خلص وعمل السلايدز اللي احنا قلنا عليها بشكل احترافي وبسيط، والنتيجة بصراحة جميلة جدا. عمل 13 سلايد في حوالي أقل من دقيقة، بشرح وفي انفوجرافيك وفي تنسيق وفي عناوين وفي شرح وكل حاجة واضحة وموجودة. بصراحة ده هيساعدك في حاجات كتير. لو عايز تعمل برزنتيشن لأي حاجة هتديله المحتوى بتاعها وهو هيعمل لك البرزنتيشن زي ما احنا شفنا مع بعض في أقل من دقيقة. ومش أي برزنتيشن، هيدي لك نتيجة احترافية ما فيهاش. لو انت عملت بأدوات تانية AI هتلاقي ساعات في مبالغة كده في الكلام أو في الانفوجرافيك أو في الصور المستخدمة. هنا لا، نتيجة احترافية جدا جدا وما عليهاش ووتر مارك، ما عليهاش أي حاجة. بصراحة النتيجة ممتازة. هنعمل حاجة تاني، هنروح لجيميناي في الشات اللي احنا بناخد منه البرومتس، وهنقول له ان احنا عايزين برومت لكتابة بوست على فيسبوك لمنتج عطور. وهيدينا البرومت، هناخد البرومت هنرجع على جيميناي. هنفعل هنا الكانفاس برضو زي ما احنا. هنا الثينكينج عندي خلص، فاحنا شغالين بالفاست وشغال عادي مفيش مشكلة. بس برضو بأكد عليكم للأمانة ان نتيجة الثينكينج والبرو أفضل من الفاست. بس لو مش متاح معاك فده برضو شغال مفيش مشكلة. هنا اداني برومت طويل جدا واحترافي في كل حاجة. برضو لازم بتضيف التفاصيل بتاعتك في البرومت علشان يطلع لك نتيجة كويسة جدا. أخدت البرومت وحطيته على جيميناي ويطلع لي محتوى زي ما انتم شايفين كده. أنا طلبت منه هنا إن هو يطلع لي 3 نماذج من المحتوى مختلفين. وبعد ما يطلع لك 3 نماذج زي ما احنا قلنا عندنا ال3 حاجات اللي في اليمين دول، نقدر نعدل الطول بتاع المحتوى، نقصره أو نطوله. أو كمان في التون هنا نقدر نغير التون. ممكن تعالى نجرب نغير التون مع بعض. هنا يعني هنقول له حاجة مثلا هي التون أو مش هي. مثلا هنقول له مثلا غير اللهجة بتاعة المحتوى، خليها لهجة مصرية عامية. هيبدأ يشتغل على ده وهيغير كل المحتوى اللي طلع وهيخليه بلهجة مصرية. وبعد كده زي ما قلنا نقدر نعمل كوبي طبعا، أو نقدر نعمل شير أو نعمل اكسبورت لجوجل دوكيومنتس. بصراحة بيسهل عليك كتير جدا 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 وبيساعدك في شغلك. دي أهم الحاجات والاستخدامات اللي أنا بستخدمها في جوجل جيميناي. وبرده زي ما انتم شايفين هنا ممكن يعمل لك زي ما قلنا ويب بيج او انفوجرافيك او اي حاجه من الحاجات دي. انا ضغطت هنا على ويب بيج بس طبعا ده يعني انا بجرب معاكم اي حاجه. لكن برضو خلينا أوضح بعض الحاجات علشان نكون فاهمينها مع بعض. جيميناي ما نعتمدش عليه في الحاجات اللي بتكون حاجات طويلة أو مشاريع كبيرة. ده من وجهة نظري ومن تجربتي الشخصية. يعني لو أنت عايز تعمل بروجكت كبير مثلا في كودينج، طبعا بالنسبة لي أنا رقم واحد كلاود. ممتاز ممتاز في الحتة دي. وبرضو في مشكلة في جيميناي ان هو انت لما بتتكلم معاه في شات فبتطول في الشات فبيبدأ يختصر في الكلام. وكمان بيلخبط في الكلام. انت لو مثلا قايل له على حاجة في اول الشات، في نص الشات او في اخر الشات بينسى الحاجات دي وبيلخبط. فيعني كل حاجة، كل أداة AI لها استخدام معين. طيب علشان تعرف ايه اهم الاستخدامات في كل أداة لازم تشترك في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات ان شاء الله اول باول. كل أداة بنشرحها وبنتكلم عنها وبنعمل أدوات مع بعض وبنعمل حاجات كتير مع بعض وبنشوف ايه الافضل استخدام لكل اداة. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وزي ما قلنا تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.